واخيرا الفيديو اللي ناس كتيره جدا اتكلمت معايا عليه، والمشكله اللي بتواجه معظم الناس اللي بتبدا على ابورك جديد، وهو ازاي اجيب اول عميل ليا. في الفيديو دوت انا هقول لك على الخطوات اللي تمشي عليها واحده ورا الثانيه، بحيث ان شاء الله انت تضمن انت يجي لك اول عميل في اسرع وقت. بس في حاجه مهمه لازم تفتكرها، وهي ان الموضوع دوت توفيق 100%. بس كل اللي عليك ان انت تعمل اللي عليك وتسيب الباقي على ربنا. ليه؟ لان انت ممكن يجي لك بعد ما تمشي على الخطوات ديت العميل في اول يوم، ممكن يجي لك بعد شهر. المهم ان انت تكون عامل اللي عليك. يلا بينا عشان نبدا. زي ما انت شايف كده هو فتح لنا في الصفحه الرئيسيه زي ما قلت لك المره اللي فاتت على البيست ماتشز. اول حاجه تعملها هي، ودي مش دايما، اللي انت تبص في الشغل اللي موجود قدامك في البيست ماتشز، بحيث ان انت ممكن تلاقي حاجه عاجباك. وزي ما قلت لك قبل كده البيست ماتشز دي هي عباره عن الوظائف او المجالات او الشغل اللي ابورك شايف اللي هو مناسب اكتر حاجه للسكيلز اللي انت حاططها. فانا بديهم بصه كده، لو لقيت حاجه عجباني ببدا اخش فيها على طول. طب انا لقيت حاجه مفيش حاجه عجباني، بضطر ان انا ابدا بقى من الاول على الخطوات اللي انا هقول لك عليها دي. وهقول لك ايه هي الخطوات اللي انت تبدا تعملها بمجرد مثلا ما تلاقي حاجه في البيست ماتشز عندك هنا. طيب تمام. اول حاجه المفروض بعملها هي ان انت تعمل سيرش بالسكيل اللي انت بتعملها. يعني ايه؟ يعني لو قلنا مثلا ان انت جرافيك ديزاينر بتعمل حاجات كتيره جدا، بس انت متخصص اكتر في اللوجو ديزاين، فتعمل ايه؟ تعمل سيرش باللوجو ديزاين. لو انت مثلا بتعمل مليون حاجه بس هي دي الحاجه الاساسيه اللي انت بادئ عليها ابورك وناوي تعملها في ابورك، يبقى هي دي اللي تعمل عليها سيرش. فانا مثلا بعمل حاجات كتيره جدا مثلا جنب الفيديو اديتنج، بس انا بالنسبه لي هي الحاجه الاساسيه اللي انا بشتغل على ابورك هي الفيديو اديتنج. فهبدا اعمل ايه؟ اول حاجه سيرش بالفيديو اديتنج. هتلاقي ابورك دلوقتي طلع لي كل الشغلانات اللي محتاجه فيديو اديتنج، ايا كان ايه هو المجال وايا كان ايه هي البلاتفورم اللي انا هشتغل عليها. تمام، سواء بقى كانت على اليوتيوب او كمان سواء كانت بقى على فيسبوك ايا كان. تمام، هيطلع لك هنا الجنب اللي على الشمال دول هتبدا تفلتر عليه وهقول لك ازاي. المهم اول حاجه هيبدا يعمل لك ايه؟ هيقول لك بص انا عندي 12959 وظيفه موجوده مطلوبه عشان الفيديو اديتنج. طيب تمام، الرقم دوت فيه حاجات كتيره جدا مش مناسبه لينا. فاحنا نعمل ايه؟ نبدا بقى نقلل الاختيارات ديت بحيث اللي يتبقى هو بالظبط اللي احنا عايزينه، بحيث اللي يبقى هو دوت اللي احنا شايفين ان احنا نقدر نشتغل. هتقولي بعمل كده ازاي بقى؟ هنبدا اول حاجه من على الجزء اللي على الشمال، الاكسبيرينس ليفل. الاكسبيرينس ليفل دوت هو اللي العميل بيبقى بيدور عليه الفريلانسر اللي يكون عنده. يعني ايه؟ يعني احنا بنيجي نقول مثلا نقول انتري ليفل، فهنا احنا بنفلتر الشغل بحيث اللي يبقى لي اللي هو يكون العميل طالب فريلانسر لسه في الانتري ليفل. لو قلنا مثلا احنا عايزين اكسبرت، تمام، فاحنا عايزين الشغل اللي العميل طالب فيه حد يكون اكسبرت. فاهم قصدي ايه؟ مش انت اللي تكون عايز عميل اكسبرت. المهم فاول حاجه نعملها، ودي بقى اللي انا هقول لك الخطوات اللي انا بعملها بالظبط، امشي انتري وانترميديت. هتقول لي طب انت ليه مش حاطط اكسبرت؟ هقول لك ماشي مفيش اي مشكله، انا واحد ساعات بحب احطها وساعات لا، بس انت كواحد لسه مبتدئ نصيحتي ليك اللي انت ما تحطهاش. ليه؟ لان الاكسبرت دوت هيبقى طالب اكتر من حاجه. اول حاجه لازم يكون عندك بورتفوليو محترم جدا. تاني حاجه الفيدباك بتاعتك. تالت حاجه الريت بتاعك هيبقى عامل ازاي، اللي هو الجي اس اس والكلام ده كله زي ما قلت لك في الحلقه اللي فاتت. فانت مش في غنى، انت في غنى عن ان انت تضيع كريدتس على وحش دوت، ومنافسه فيه هتبقى عاليه. فالحاجه الحلوه اللي انا بقول لك عليها اللي انت تمشي عليها اللي انت تعملهم في الانتري ليفل دوت او الانترميديت. هتقول لك طيب تاني حاجه بقى انا ليه بختار الاثنين دول بالذات؟ اقول لك عشان الناس دول هم طالبين واحد يا اما مبتدئ يا اما متوسط. فبالتالي لو انت كمان بقى اكسبرت اصلا قبل ما تبدا على اب ورك، فده معناه ان انت هتقدم كواليتي شغل هم ما كانوش حاطين سقف توقعاتهم توصل لها اصلا. فمعنى كده ان انت هتاخد فيدباك كويسه جدا، ممكن هيدي لك بونص، ممكن يعمل لك حاجات كتيره جدا، لان هو ما كانش متوقع ان حد انتري او انترميديت هيقدر يعمل له الشغل دوت غير الاكسبرت. الاكسبرت حتى لو كان وافق عليك من انت ما عندكش اي فيدباك وما عندكش اي حاجه على البروفايل بتاعك، بس هو ستيل لسه متوقع كواليتي شغل عالي جدا. فانت ممكن تجيب اخرك وتجيب بنزين وكل الكلام ده كله، وتلاقي برضه لسه الشغل يقول لك عادي، احس لو عايز تعديلات كتير الكلام ده كله. فاهم قصدي ايه؟ فاول حاجه زي ما قلت لك تاني حاجه بقى زي ما قلت لك عليها اللي انت تعمل ايه؟ انتري انترميديت ليفل. تمام، يبقى اول حاجه هي السيرش، تاني حاجه الاكسبيرينس ليفل، تالت حاجه بقى هي النمبر اوف بروبوزلز. يعني ايه؟ قال لك دلوقتي زي ما قلت لك قبل كده في الفيديو اللي فات، اي شغلانه انت بتفتحها بتلاقي عليها اب وورك بيقول لك كام واحد مقدم على الشغلانه ديت غيرك. فانا بقول لك اهوت نصيحتي ليك يا فاضل، تمام، انت اعملها less than 5، من 5 ل 10، من 10 ل 15، ولو حابب ان تخليها من 15 ل 20 ماشي، انما من 20 ل 50 كده فرح، كده كتير جدا بصراحه، فلا فكك منها. هتاخد بالك بقى من حاجه ثانيه، ايه؟ ان احنا كنا اول حاجه عندنا 12959 وظيفه، صح؟ تاخد بالك ان هم دلوقتي بقوا 6891. ليه؟ لان هو بدا يفلتر لك كل الناس اللي هي ايه؟ مش منطبق عليها المعايير اللي انت حاططها. تمام. تالت حاجه بقى ودي اهم حاجه، تمام، ان انت تعمل بيمنت فيرفايد.
ارجوك اعمل بيمنت فيرفايد. ليه بقى؟ لان ديت هنا تلات ارباع مشاكل النصب بتبقى بسببها. بيخش لك واحد يحط لك عرض انت شايف ان هو استحاله حد يفوته، عرض حلو جدا، السعر الفلوس فيه حلو جدا، كل الكلام ده كله حلو، وفي نفس الوقت برضه مناسب ليك جدا، وهتاخد بالك ان انت اول واحد بتتقبل. ليه؟ لان انت ما عندكش اي سكيلز، ما عندكش اي سكيلز، ما عندكش اي فيدباك، ما عندكش الكلام كله، فزي ما تقول كده هو اصطادك. فاهم قصدي؟ فاعمل بيمنت فيرفايد. ديت هنا يعني ايه بيمنت فيرفايد؟ زي ما قلت قبل كده، ديت ابورك هو اخد كده الكريدت كارد بتاعته، بحيث ان انت لو بدات معاه شغل فابورك اوريدي بيبقى سحب حق الشغل بتاعك من الكريدت كارد بتاعته. فلو العميل دوت في اي لحظه اختفى، هو فلوسه اوريدي موجوده، ابورك هيديها لك. تمام كده بيمنت فيرفايد. ماشي. طب ممكن بقى تعمل مليون حاجه ثانيه. كاتيجوري اختارها. الجوب طيب عايزه بقى اللي هو بالاورلي ولا عايزه بالفيكست؟ برضه براحتك. في ناس بتحب تقول لك ايه، انا بحب اشتغل بالفيكس، بس انا مثلا مش هشتغل باقل من 100. تمام في الوظيفه ديت مثلا. ليه؟ لان هي تختلف برضه من مجال لمجال. شوف انت المجال بتاعك. تمام. ودي زي ما قلت لك قبل كده، ارجع بص للحلقه اللي هي كنت بتكلم فيها ازاي تحدد سعرك، عشان تعرف هل انه سعر هو اللي ينطبق عليك وتحطه. تمام. طبعا بقى البروجكت لينس الكلام ده كله، بس انا عايز اقول لك لحد دلوقتي انا ما بعملش غير دول، ودول بصراحه هم المناسبين جدا ليا. طيب كده انا اتبقى لي الشغلانات او الوظائف بالظبط اللي انا شايف ان هم ينطبقوا عليا واللي انا ايه اقدر اشتغلهم. تمام. يبقى كده اول حاجه الفيديو اديتنج. تمام. عملت سيرش بيها. تاني حاجه هي في الفلتره. تالت حاجه بقى يلا ابدا اخش عليها، هي ان انا ابص على الوظائف وابص على العنوان. تمام. انا لقيت اول واحده هي هنا مناسبه ليا. هتقولي ليه؟ هقول لك العنوان اللي انا شايفه، انا شايف اعمل الحاجات دي، فيديو اديتور فور شورتس اند ريلز. تمام. يبقى كده تالت حاجه هي العنوان بتاع التايتل بتاع الشغلانه او العنوان بتاعها مناسب ليا. طيب تمام. رابع حاجه وحاجه مهمه جدا هي سعر. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا شايف اللي هو من 12 ل 25 سعر الساعه اللي هو طالبها. يعني ايه من 12 ل 25؟ يعني هو عايز الشخص اللي هيقدم على الشغلانه ديت يكون برينج السعر بتاعه، السعر الساعه بتاعه من 12 ل 25. يعني 26 لا. حد معناه ان انت لو 26 او 30 ما تعرفش تقدم؟ لا ينفع تقدم، بس هو بيقول لك انا ما قدرتش ادفع قد ايه في الساعه من 12 ل 25. فانت لو انت من 12 ل 25 بتقدم عليها. طيب تمام. كده ديت رابع حاجه السعر. تمام. خامس حاجه هتقول لي ايه هي؟ هقول لك البيمنت فيرفايد ولا لا. هتقول لي طب ما انت اصلا مفلتر عليها اللي هي تكون بيمنت فيرفايد. وهنا بقى هقول لك انا ليه قلت تركز في الحاجات ديت، وليه قلت لك بص في البيست ماتشز الاول. لان مش دايما هتلاقي الشغل اللي انت عايزه، ممكن تلاقي الشغل اللي انت عايزه بره اصلا في الصفحه الرئيسيه. هتيجي تقول لي بقى ما انا كده ساعتها تكون انت مش مفلتر على البيمنت فيرفايد، فبالتالي لازم تركز ان البيمنت بتاعت الشغلانه دي تكون فيرفايد في الصفحه الرئيسيه. تمام. دي كده خامس حاجه. سادس حاجه تمام تركز فيها هي الريت بتاع العميل. تمام. احنا عارفين ان انت زي ما انت بتاخد ريت من العميل وبيديك فيدباك، انت كمان برضو بتديله فيدباك وبتديله ريت. فبالتالي لو لقيت الشخص دوت اقل من 3.5 فكك منه. يعني ايه؟ ليه بقول لك اقل من 3.5؟ لان اقل من 3.5 يبقى الشخص دوت متعب، هيبدا بقى ايه يطلب منك طلبات كتيره جدا، يبدا يزهقك قبل ما تخلص الشغل، وهتلاقي نفسك انت في النص زهقت وعايز تقول له خلاص انا مش عايز اشتغل ومش عايز الفلوس، بس انت مضطر عشان عايز تاخد فيدباك معين، وهو هيبقى عارف حاجه شبه دي. خد بالك. فاهم قصدي ايه؟ طيب تمام. دي كده ايه سادس حاجه. سابع حاجه هي بتركز فيها هي الشغل نازل بقاله قد ايه. يعني ايه؟ لان انت ممكن تلاقي شغلانه جميله جدا بس نازله بقالها شهر، الراجل ده اكيد جاب الشغل وجاب حد يشتغله وخلصه وعمل اللي هو عايزه وساب اب وورك اصلا، فبالتالي خلاص مالهاش لازمه ان انت تقدم. تمام. دي كده سابع حاجه. تامن حاجه هي ان انت تبص على هو عايز واحد انترميديت ولا انتري ولا اكسبرت. هتقول لي طب ما انت برضو يا فضل كنت عاملها انتري او عاملها انترميديت في الاول في الفلتر فوق هنا على الشمال. هقول لك ايوه انا عامل كده كله، بس انا بقول لك ديت تعمل حاجه تبص عليها في ايه عشان لو لقيت شغلانه في الصفحه الرئيسيه ساعتها انت مش هتكون عامل فلتره زي البيمنت فيرفايد بالظبط. تمام. تاسع حاجه هي المكان اللي هو جاي منه. ليه بقى اقول لك كده؟ ودي مش لازم دايما تبص عليها، بس انا واحد من الناس مثلا ما بفضلش احسن حاجه مثلا ان يكون الشخص دوت من الفلبين، او عادي شغلهم فلبيني عاديين، بس معظم الفلبينيين بيحبوا الشخص يكون من الفلبين ذات نفسها، وفي نفسه برضه ما بيحبش يكون مثلا من الهند او باكستان. عشان حاجه هي تشوف عدد البروبوزلز اللي عندك. هتقول لي هي ايه ليس ذان 5، ودي كده احسن حاجه. هتقول لي برضه واحد هيطلع يقول لك طب برضه يا فضل ما انت اصلا اللي مختار اللي هي تكون في الرينج ما بين من 0 ل 20 اصلا. اقول لك برضه عشان لو لقيتها في الصفحه الرئيسيه تكون بص على حاجه شبه دي كده رقم 10. تمام. طب كده كله تمام. نبدا بقى نخش نشوف الشغلانه بقى الاساسيه بتقول ايه. تمام. كده انت خلصت اول 10 حاجات. وواحده بقى من اهم الحاجات اللي انت تعملها ان انت تقرا ديسكربشن
كانه بص المفروض تقرا كل حرف فيه، لان هو دوت اللي هتظبط عليه الكفر ليتر بتاعتك كلها. هتعمل ايه فيها، هتقول فيها ايه، هتبداها ازاي، كل الكلام ده كله هيتحدد على الديسكربشن بتاع العميل. تمام، فهتقرا الديسكربشن كله اهو زي ما انت شايف. تمام، هو الديسكربشن بتاعه قليل جدا مش مشكله، بس مفيش مشكله. في ناس هتلاقيها بقى كاتب لك مقال ودول لازم تقراهم، وهتاخد بالك برضو لازم تقراه لحد الاخر. هتقول لي ايه، طب ما انا فهمت هو بيقول ايه. اقول لك في ناس بتيجي في النص تقول لك عشان اضمن ان انت قريت المقال ده كله او قريت الجوب ديسكريبشن ده كله، اكتب لي اول حرف اول كلمه ايه هو لونك المفضل. فانت قبل ما تبدا الكفر ليتر بتاعتك تقول له لونك المفضل وبعد كده تبدا. ليه بقى هو بيعمل كده؟ عشان يفلتر الناس اللي واخده الموضوع بشكل جدي. ليه؟ تلاقي ناس كتير جدا مقدمه ونصهم ما قراش اصلا الجوب ديسكريبشن. عشان كده بقول لك اقراه كويس جدا واقرا فيه كل حرف. فركز قوي في الجوب ديسكريبشن دوت واقراه حرف حرف زي ما قلت لك. طيب تمام كده، ديت هي رقم 11 الجوب ديسكريبشن. تمام، هنا الحاجات دي كلها انت اوريدي اصلا شفتها بره. تمام، اللي هي بتاعت more than 30 hours more than 6 months intermediate، سعر الساعه بتاعه من 12 ل 25، الكلام ده كله. هنا بقى بيقول لك ايه، العميل هيكون بيسالك الحاجات ديت. عايز اقول لك تلات ارباع الحاجات ديت العميل دي حاجات ابورك بيقترحها للعميل وهو بينزل الشغل. يقول له هل تحب تساله احد الاسئله ديت، هو يبدا يعمل تشيك واحد تشيك اثنين تشيك ثلاثه، يعني مش هو اللي كاتبها بايده. تمام، بس ده ما يمنعش ان انت برضه لازم هتجاوب عليها، لان دوت ما ينفعش تسيبها فاضيه. وعايز اقول لك ان تلات ارباع الحاجات دي بتبقى انت اصلا اوريدي مجاوب عليها في الكفر ليتر، فخدها حطها بيست عادي في الاجابه بتاعتك. تمام، حاجه بقى قبل ما ايه نبدا بقى وندوس ابلاي للشغل دوت، اهم حاجه تعملها هي ان انت تنزل تحت وتشوف الكلاينت هيستوري. تمام، تشوف الشخص دوت هو متعود يدفع كام. تمام، زي ما قلت في الفيديو اللي فات، عشان لما تيجي تقول بعد كده انا عايز سعر الساعه مثلا بتاعتي كده، تطلب منه مثلا مبلغ معين، ان انت تشوف الراجل ده اصلا متعود يدفع كام. يعني هنا مثلا شفت الراجل ده متعود يدفع 100. تمام، كان دافع فيكس برايس. تمام، دفع برضه $100 تاني، 360، 2000 مش عارف ايه، 5000، لا دي 500 وشويه. فالراجل ده مش معناه اللي هو كده، ده معناه اللي هو زي ما بقول لك كده ايه، مش ماسك في الفلوس ومش هيتعبك. تمام، دي واحده من الحاجات المهمه. واحده برده من الحاجات المهمه جدا بقى، ودي تعتبر تركايه كده محدش بيقولها لك بس انا هقولها لك، هي ان انت تعرف اسم العميل دوت. هتقول لي طب اعرف اسمه ليه يعني، وهعرف اسمه ازاي اصلا؟ تعالى نبدا بالازاي ديت. اول حاجه هي ان انت ابورك مش بيبقى كاتب لك اسمه في اي حته. تمام، مش بيجيب لك اي معلومات عنه غير الحاجات الاساسيه اللي انت محتاج تعرفها عن الشغل عنه كعميل بصفه عامه. انما اسمه والحاجات الشخصيه دي غالبا ما بيقولهاش. فالفكره دي تعرف حاجه شبه دي ازاي؟ من الكلاينت هيستوري، الشغل القديم بتاعه. هتلاقي اكيد بنسبه 99% من 95 ل 100% ان الشخص دوت اشتغل مع حد قبل كده، والناس دولت اي فريلانسر قبل كده كتب اسمه، قال مثلا ايه انا حبيت جدا الشغل مثلا مع مايكل. تمام، فانت كده خلاص عرفت ان اسم الشخص دوت مايكل. هتقول لي بقى تاني حاجه ليه بحاول اعرفه؟ اقول لك عشان اول حاجه انت بتكتبها لما تيجي تبدا الكفر ليتر بتاعك، لو هو مش قايل لك ابدا الكفر ليتر بكلمه معينه او لونك المفضل ايه او الكلام ده كله ايه، فابدا باسمه. يعني قول له ايه، هاي مايكل مثلا. تمام، او هاي احمد، او هاي ايا كان اسم العميل دوت ايه. دي بقى ليها سببين. اول حاجه ده معناه ان انت كده زي ما بنقول ايه، عملت الواجب اللي عليك، دورت في الشغلانه كويس، قريت الهيستوري بتاعه، عملت كل حاجه انت مطلوبه منك، فبالتالي هو بيبقى شايف ان انت شخص جدي بخصوص الشغل دوت. تاني حاجه ان الناس بتحب تسمع اساميها، بيبقى في نوع من الكونكشن كده معين انت مجرد حد يقول لك اسمك، فدي حاجه عايز اقول لك ان بتفرق جدا من شخص للتاني. يعني كميه البروبوزلز ممكن تقدم مجرد ما انت مثلا كتبت اسمه، انت هنا شديته، يعني انت مجرد خليته لو انت ايه يلمح الكفر ليتر بتاعتك من بينهم كلهم. المهم زي ما قلت لك في ناس ممكن ما تلاقيش اسمه مكتوب، يعني مثلا عندك عميل دوت اسمه مش مكتوب، فخلاص مش مشكله هتكتب هاي وتبدا البتاع بتاعك على طول. تمام، بس معظم الناس او معظم الوظائف اللي انت هتشوفها هتلاقي فريلانسر اللي قدام كاتبين اسم الايه العميل. تمام، عشان كده انا ببقى حريص ان انا لما اجي اكتب فيدباك للعميل بعد كده بعد ما اخلص شغل معاه، ببقى حريص ان انا اكتب اسمه. هتقول لي طب ليه؟ هقول لك عشان حاجتين. اول حاجه تمام عشان العميل دوت لو اشتغلت معاه تاني في يوم من الايام ابقى عارف ان هو دوت اللي انا اشتغلت معاه. تاني حاجه هي ان انا كده اعتبر ساعدت حد تاني لما يجي يشتغل عشان هو كمان يبقى يكتب اسمه وهكذا. يلا بينا نعمل ابلاي ناو. مجرد ما تعمل ابلاي ناو اول بقى يعتبر كده ايه بيعمل العقد ويبدا ايه ياكد عليك بقى الحاجات الثانيه، يعني هو ديسكربشن اهوت، الساعه بتاعته من كذا لكذا، الكلام ده كله، الترمز بتاعته هيبص. لو انت حابب ان انت عايز تغير الساعه بتاعتك، يعني انا مثلا دلوقتي حطيتها 15 ايه في الساعه، لو انت حابب ان انت تخليها 25 ماشي، عايز تخليها 30 مش هيقول لك حاجه. الفكره في ايه في الاول والاخر ان هو عرض وطلب. الشخص دوت هيشوف الكفر ليتر بتاعتك، هيشوف كل حاجه عنك في البروفايل، كده هيبص على السعر بتاعك هيلاقي اللي هو 30،
ساعتها هو هيبقى قدامه حل من الاثنين، يا اما يقول لا خلاص انا مش هقدر اشتغل معاه عشان هو سعر الساعه بتاعته اغلى من سعر الساعه بتاعتي اللي انا طالبها، يا اما هيقول ايه الشخص دوت مع ان سعر الساعه بتاعته غالي بس هو يستحق ان انا ادفع الزياده ديت فيه. فانت لو انت لسه في الاول ما تجازفش ليه، لان هو ممكن يعجب بيك ويعجب بالشغل بتاعك ويعجب كل حاجه دي، بس سعرك مثلا مش مناسب ليه. فبالتالي لو انت شايف ان السعر بتاعه مثلا في رينج معين، حط له في الرينج دوت طالما هو مناسب ليك انت كمان برضه في الاول وفي الاخر. فانا مثلا هقول اهو اعملها 15. هنا ابورك بيقول لك خد بالك انا هاخد منك $3 اللي هي الفيز بتاعته. طبعا هتقول لي الكلام ده يعني ايه؟ ولا الكلام ده كنت قايله لك قبل كده في الحلقه اللي انا كنت بشرح فيها ازاي تحدد سعر الساعه بتاعتك وازاي تكتب البايو، وهو ان انت ابورك بياخد 20% من ايا كان سعر الساعه بتاعتك او ايا كان الشغلانه اللي بتشتغلها هو بياخد منها 20%. تمام؟ الكفر اللي دي ان شاء الله كده هنتكلم عليها في الحلقه اللي جايه. وبكده ان شاء الله نبقى احنا خلصنا الحلقه بتاعت النهارده. اتمنى الفيديو دوت يكون عجبك وان شاء الله تستفاد بيه، وفي نفس الوقت لو انت حسيت ان استفاد بيه ابعته لاقرب الناس ليك بحيث ان هم كمان برضو ياخدوا الفايده بتاعتك. لو الفيديو برضو ما تنساش عجبك يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب للشانل ديت، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي اللي هتكلم فيه عن ايه اللي تكتبه في الكفر ليتر. باي باي.